يبدأ فيلمنا بالمدعي العام فوك، وهو بيعرفنا إن تحقيق العدالة شيء صعب، ولكن كل شخص لازم يكون قد المسؤولية. وبيعرفنا إنه من 8 سنين كان في الشرطة وبيقبض على مجرمين، بس قضية واحدة بس خلته ييأس من الشرطة ويقرر يروح لسلك القضاء. وبيعرفنا إن من 8 سنين كان في سطو مسلح عندهم على عصابة مخدرات، واللي عرفوا مكانها بس ما كانوش يعرفوا إن الاقتحام هيكون صعب كده، وبيقدروا إنهم يدخلوا المكان وبيشتغل الضرب بين الطرفين بشكل عنيف. وكان فوك هو قائد الحملة دي، ومن براعته ما كانش حد من المجرمين قادر يفلت منه، وقدروا انهم يسيطروا على المجرمين ويقتلوا منهم كتير والباقي استسلم. بس كان في شخص غريب بيهرب من المكان، فجريت وراه الشرطية ماي وشافهم فوك وطلع وراهم، والشخص ده هو شانج، له منصب في الحكومة، وده اللي قضيته شغالة حاليا. ولكن المحامية الخاصة بيه عرفت ازاي تدافع عنه، لان يوم الواقعة كانت ماي بتطارده، وللأسف شارتها بتقع منها، وكان الشاهد الوحيد على اللي حصل هو فوك اللي شاف شانج وهو بيقاوم الاعتقال، وكمان رمى ماي من على ارتفاع عالي جدا كان هيقتلها. ولحسن حظها ان فوك نط بسرعة وانقذها واخد الخبطة بدلها، وده سبب اصابة رقبته حاليا وظهره. والمحامية بتقدر تخرجه براءة لان ما كانش معاه ما يثبت انه تبع العصابة، ولكن فوك قال لها انه قاوم الاعتقال، وده معناه انه كان معاهم، بس ما حدش قادر يثبت ده لان مفيش دليل، والمحكمة بتاخد بالادلة. وقتها فوك حس بالاحباط وقرر يسيب المحكمة كلها. وبعد كام شهر بنشوفه هو سايب الشرطة ومنقول لسلك القضاء عشان يغير من الأدلة وينقذ ناس بريئة، وبنشوف أصدقائه هم بيودعوه، وهو بيعرفوا من الموضوع مجرد تغير بس الهدف واحد، وهو القضاء على الجريمة، والكل بيحييه قبل ما يمشي. بنشوف فوك وهو في دار القضاء وبيتعرف على مساعده السيد باو وزمايله من المدعين، كانوا بيحققوا في قضية ولكن الآراء فيها مختلفة، وكل واحد منهم بيتراهن على إنها قضية قتل بالخطأ، إلا فوك اللي بيعرفوا من القاتل مش موجود حاليا قدامهم، وإنه مش البنت اللي مسجونة لأنها أضعف بكتير من القتل، وكمان ضربتها بالسكين مخالفة لإيدها اللي بتستخدمها لأنها عصراء. وبيقرروا يتراهنوا على نتائج القضية، وفوك بيكون واثق من رأيه جدا، بس باو بيحذره انه هيشيل مشروبات كتيرة للمكتب، بس هو بيطمنه انه متأكد من رأيه. وبيتعرفوا الاتنين على بعض، وبيديه باو ملف قضية شاب اسمه كيت، واللي استلم طرد من استراليا في ممنوعات، واللي الجمارك مررته عشان يوصله للموزع، وكان لشاب فقير اسمه كيت، اللي اول ما استلم الطرد الشرطة هجمت على البيت بقيادة الشرطي تاي وقبضت عليه قبل ما يهرب. ودي القضية اللي شغالة حاليا هتغير نظرة قضاة كتير لمفهوم الأدلة. بنشوف كيت مع المحامية سالي واخوها مان، وهم بيعرفوا تفاصيل اللي حصل منه، وبيعرفهم انه تشان استخدم عنوانه علشان يبعت عليه طرد، ولكنه ما كانش يعرف ان الطرد مليان مخدرات. هنا سالي بتنصحه انه ما ينكرش التهمة، لان لو انكرها هياخد تأجيل، والقضايا اللي بتتأجل بتكون احبالها طويلة في المحكمة، والأحسن إنه يعترف بالذنب لأن القضية لابساه، فلو اعترف هياخد عفو وحكم مخفف. وجد كيت السيد ما بيسألهم لو حفيده هيخرج بسرعة، فبيقولوا له أيوة، فبيقنع كيت إنه يعترف في المحاكمة بكرة إنه صاحب الطرد، وبيوافق، وللأسف ما يعرفش حجم المصيبة اللي هيعملها، واللي بسبب فقره وحاجته للفلوس وجهله وقع فيها. بعد ما سالي ومان بيخلصوا مع كيت، بيقابلوا باو وفوك اللي بيعرفوهم ان كيت قرر يعترف بجريمة الاتجار، اما تشان اللي قبضوا عليه في بيته مخدرات هيتحاكم بتهمة التعاطي وبس، والاتنين هيتحبسوا. وبتطلب من فوك انه يكون متعاون، لكنه بيتهم الاتنين انها ضحكوا على كيت اللي جايله مجانا اصلا عشان يلبسوه القضية، وكمان يطلعوا تشان باقل عدد سنوات اللي هم تبعه اصلا. بعدها كيت بيقابل يونج رئيسه اللي بيقوله لو كيت اعترف محدش هيقدر يغير قرار المحكمة، وفي النهايه الاتنين هيتحبسوا، فعايز ايه اكتر من كده بقى. لكن فوك بيكون مقتنع ان كيت بريء من ملبسات القضيه طبعا، بس ما باليد حيله. تاني يوم في المحكمه القاضي بيسال كيت لو بيقر بالجريمه، فبيقول له ايوه، وبيطلب العفو او تخفيف نظرا لسنه، فبياخد تاجيل لحين الاستئناف، وفوك مش بيعترض طبعا. بس لما بيرجع البيت بيدور في ملف القضيه تاني عشان يطلع كيت براءه، وبنشوفه مع طاي اللي بيسالها ايه اللي يعرفوا ان كيت بيعرفوا ان وقت الاعتقال قومهم شويه وخلاص بعدها استسلم ليهم، وبيعرفوا ان طفل بريء اتربى مع ام مدمنه بعد وفاه والده بالادمان، وللاسف والدته ضربته في يوم بسبب انه مش عارف يديها الجرعه ودخل المستشفى فيها. بس الجد ما لما عرف ضربها علقة موت، واخد كيت منها وبعده عن امه المدمنه، ومن يومها عايش مع الجد، لكن حياتهم فقيرة وملوش أي سوابق، يعني ممكن يكون بريء. فجأة بيشوف تاي مجرم مطلوب في الإتجار بالممنوعات وبينزل من العربية وبيطارده، ففوك بياخد مكانه وبيجري وراهم بالعربية، وبيفضل المجرم يهرب لحد ما بيوصل لشارع سد، وبيقبض على المجرم بعد مقاومة منه وبيربطه بالحزام في العمود. بس بيتفاجئ ان المجرم سحبه الوكر، وبيلاقي تاي مجرمين مسلحين حواليه كتير، فبيجهز نفسه للقتال، وللاسف سلاحه مش معاه، بس كان شاطر جدا في القتال وبيبدا يدافع عن نفسه، وبيتكاتروا عليه في عربيه مقفوله، بس تاي بيضربه بالرجول بقى وعينك ما تشوف الا النور،
وللاسف المجرم بيهرب، فبيطلع وراه بس بيلاقي باقي العصابه جايله بموتوسيكلات ومعاهم المره دي سلاح ابيض، وبيتلموا على طاي اللي مش معاه حاجه يدافع بيها عن نفسه. واخيرا بيوصل له فوك اللي بينزل من العربيه وبياخد 2 من مضارب البيسبول وبيدي لطاي واحد، والاتنين بقى بيشتغلوا ضرب فيهم. وفوك بقى وما ادراك ما فوك في الضرب ما عندوش يمر حمينه، ولكن برضه الكتره تغلب الشجاعه. ومن حسن الحظ ان الشرطه بتوصل وبتقبض على العصابه، وبيشكروا تاي وفوك لان بقالهم فتره مش عارفين يقبضوا عليهم. عند كيت كانت حياته صعبه في السجن وخايف جدا لدرجه انه مش بيعرف ينام، ولما جده بيزوره بيقول له ياخد باله من نفسه، بس كيت بيطلب منه يسافر عند عمه في بكين. الجد بيرفض وبيعرفوا انه هيفضل معاه لحد ما يخرج، لكن كيت بيصدمه ان لما يخرج هيكون هو مات. وفعلا بيتصدم الجد وبيسأله ليه، فبيعرفوا ان التخفيف هيكون ب10 سنين بس وهيفضل هنا 10 زيهم. فبيتصدم الجد وبيقوله انه هيروح للمحامي يتكلم معاه لانه فكر الموضوع سنة واحدة. الجد بيطلع على مكتب سالي ومان وبيتخانق معاهم لانهم ضحكوا عليه هو وحفيده، وبيعرفهم ان حفيده هيعترف انهم اللي ضحكوا عليه واجبروه يعترف وانه مش هيخرج، وبيضرب مان اللي بيرفض يكلم الشرطه للعجوز وبيقول له يمشي. عند فوك بنشوفه مع باباه المريض الزهايمر وهو بيمشيه، وبيكون مش فاكره لكنه مبسوط بزيارته ليه الدايمه، وبيفضل يحكي له عن مغامراته اللي بيسمعها فوك كأنها أول مرة، بس اللي مزعله إن باباه مش قادر يفتكره. لما فوك بيرجع مكتبه بيعرف بموضوع الجد وإنه عين محامي تاني لحفيده اللي هيغير اعترافه، وبيكون فوك عايز يساعده بس يونج بيفكروا إن الدفاع مش شغلهم ولازم يلتزم بجزءه من المحاكمة، وبينبه على باو إنه يسيطر على فوك شوية. وقت المحاكمة بيوصل الكل مع المحامي الجديد يانج واللي بيدافع عن كيت إنه ما كانش يعرف الشرطة عشان كده هرب منهم وفكرهم عصابة بسبب التخفي. وبالنسبة للطرد فهو ملك تشان اللي أخد عنوانه وضحك عليه، وبيعترف كيت إنه فعلا بريء وإن مان وسالي اللي عرفوه إن الاعتراف أسهل له. طبعا المرافعة دي علشان القضية تتحول مرة تانية للمحاكمة وتفضل شغالة، وفوك لما بيلاقي القاضي مش مقتنع بكلام المحامي بيقوم يساعده وبيوضح خيوط في القضية اللي المحامي مش واخد باله منها. وللاسف المحامي بيعترض لان الدفاع شغلته، وكمان القاضي اللي بيعرف فوك انه بيخرج عن اطار شغله، بس فوك بيعرفهم انه مش بيدافع، هو بس مش مقتنع باللي بيحصل، عشان كده بيوضح الادله اللي لقاها في التحقيق. وبيزعق فوك للمحامي لما بيلاقيه معترض على مساعدته، وبيقول ان مهمته يخرج موكله مش يغير منه عشان بيدافع. وبيقدر فوك بكل بساطة يثبت ان مان وسالي هما اللي استغلوا كيت عشان يعترف بالجريمة مقابل انه يخرج، ولانه ما يعرفش حاجة بيوافق، وحتى المذكرات اللي مقدمها للعفو مش بنفس الصيغة، ده اكبر دليل ان المحامين اصلا بيستخدموه حسابهم. والقاضي بينفعل على فوك لانه بيخرج عن مساره وهو الادانة مش الدفاع، لكنه بيتعصب فوك وبيقوله انه بيدور على الحقيقة وبس. القاضي بيقرر ياخد استراحة لحين التواصل لقرار، وبره كان باو بيعرف فوك انه بيتحدى القاضي، لكن فوك عرفه انه جه هنا مخصوص عشان يبرئ البريء ويدين الجاني وهيعملها مهما حصل. وفوك طالع للمحكمة تاني بيقابل مان اللي بينصحه يسيب الامور زي ما هي، لكن فوك بيعرفه انه فاهم لعبته والاحسن يستعد للدفاع عن نفسه. بنرجع للمحاكمة من تاني، وللأسف القاضي بيقول كلمته إن كيت مدانه وبيحكم عليه ب27 سنة، وفوك بيزعل جدا لكنه مش ناوي يسكت، وبيروح يزور كيت وبيوعد انه هيخرجه، بس كيت مش بيصدقه. بالنسبة لمان وعصابته من المحامين بنكتشف انهم اصلا ورطوا كيت في الموضوع قاصدين، فوق ده مان مدمن مخدرات. اما فوك كان في حفلة بمناسبة فوزهم في القضية اللي هو مش مقتنع بيها، وبيقابل الرئيسة بتاعتهم ياو اللي بتعرف انها معجبة بدفاعه وسمع اخباره في كل مكان، بس بلاش ينسى انه بيدين مش بيدافع. وبيقابل بعدها كانج القاضي اللي مش طايقه لانه بيعدل عليه في المحكمة، وكانج بينصحه انه ما يتدخلش في شغله لان حتى لو المذنب بريء بس مفيش دليل هو مش هيقدر يخرجه، ولو حصل العكس هيكون نفس القرار، عشان كده الأدلة هي أقوى المستندات عنده. بالليل بيروح فوك يزور الجد مال اللي بيمسح عربيات وبيكون متضايق منه لأن كيت اتحبس بسببه، ولكن فوك بيعرفوا إن قضية حفيده فيها ثغرات ويقدروا يساعدوه، وفجأة بتهجم عربية فيها واحد من عصابة المخدرات على الجد عشان تقتله، واللي فيها واحد اسمه كونج قاتل معروف، وبيفضل يطارد الجد وبيحاول يخلص عليه بأي شكل، بس فوك بينقذه وللأسف بينفصل الجد عنه، وبيفضل الجد يجري فبينط من فوق الجراج وبيلحقه وبتخبط عربية كونج في الحيطة، وبيطلع منها يجري وبينط من فوق الدور التاني، بس لحسن حظه بينزل سلم وبيكمل هروب. فوك بياخد الجد بعدها للعشاء وبيكلم طاي عشان يبلغ عن اللي حصل، وبكده اتأكد ان في حد بيحاول يمحي قضية كيت لان وراها مصايب. بيرجع فوك مع الجد على بيته اللي كان عبارة عن أوضة في وسط خردة، وبيتأسف لفوك عن المنظر، وبيشوف فوك رسومات كيت وبيعرف ان حلمه يكون رسام، وبيشوف فوك قد ايه هم فقراء عشان كده بيسيب له فلوس تحت الجرايد. والجد بيشكر فوك لانه انقذه وبيطلب منه يساعد حفيده،
وبيعرفوا ان اللي عرفهم على مان واحد اسمه سيو، لان مش معاه يتكفل بمحامي حفيده. فبيفهم فوك ان قضيه كيت وراها شبكه مخدرات كبيره ومان الواجهه ليهم. بيقرر بعدها يبدا تحقيقه من هنا ويعرف اصل مان وسالي اللي طلعت مش اخته انما هي عشيقته، والاتنين مدمنين قمار. وبيفضل فوك يراقبهم لفتره وبيشوف قد ايه انهم ما يتميزوش باخلاق المهنه خالص وشويه نصابين. بنشوف مان وهو بيقابل سيو اللي عرف كيت على مان اصلا، وبنعرف ان مان هو المحامي لشبكه المخدرات دي ومحدش يعرف. وبيحذر مان زميله سيو من انه يظهر نفسه حاليا بعد موضوع قتل الجد، لان الشرطه مش ساكته خصوصا فوك. وبيوصل بعدها رؤساء العصابه دي وهم سانج وتونج، واللي مؤخرا اتمسك ليهم شحنه مخدرات كبيره متهربه في جوز الهند في اليوم اللي طاي هاجم فيه المجرم، بس هرب منه وقبضوا على العصابه من غيره. المهم ان سانج بيطلب من مان يتصرف ويخرج الشحنه باي طريقه، وبيوعده انه هيعمل كده مقابل انه يخلصها من الجد لان قضيته لسه شغاله. وبيطلب سانج بعدها من مان يكسر ايد المجرم اللي خلى الشرطه تعرف مكان المخدرات يوم هروبه، وفعلا بينفذ كلامه. وبعدها بيمشي بعد ما اخد وعد منهم بقتل الجد. عند فوك بيجيله اتصال من باو اللي كان في الملهى بتاع سيو، وبيقدر يصوروا مع تشان وبيسجل لهم اعتراف ان هم اخوات. وبكده خيوط القضيه بدات تتجمع ان كل ده كان مترتب له اصلا. وتشان يلاقي الناس اللي تستلم الطرود واخوه يعرفهم على المحامي اللي شايلهم القضيه، ولكن سيو بياخد باله ان باو صورهم وبيطلع هو ورجالته يضربوه. بس بيوصل فوك اللي بيبعدهم عنه وبيبدا قتال معاهم. وباو بيستخبى وبيتصل على طاي علشان يلحقهم، وفوك لسه مكمل ضرب لدرجه ان الحراس ما بقوش قادرين عليه. بس واحد منهم بيقدر يضربه بطفايه الحريق على راسه وبيغمى عليه، وبيفوق وطاي جنبه هجم عليه. بس لما اخد باله انه صاحبه سابه، وباو قال له ان اللي عمله غلط لان الحراس كانوا هيقتلوه. وبيعرفوا انه صور اعتراف سيو وتشان بانهم اخوات من الام، يعني الاتنين اكيد وراهم شبكه اكبر. وطيب بيعرف فوك انه حراس سيو طلبوا محامين من شركه مان، يعني لو طلبوا استئناف في قضيه كيت مع الادله دي القاضي مستحيل يرفض. بس مشكلتهم الحاليه هي يونج اللي هيرفض يمضي على القرار اصلا. عشان كده فوك بيمسك كل القضايا اللي فاز بيها مان وبيدرسها مره تانية، وبيكون دايما يونج فيها عامل مشترك. ورغم ان فوك متاكد من نزاهته الا انه قرر يستخدم الثغره دي للضغط عليه، وفعلا بيبعته بقى عشان يقنعه. ولما بيرفض بيقوله ان القضيه لو اترفعت تاني بعيد عنه هيكون من ضمن المشتبه بيهم فلازم يساعدهم. عشان كده يونج بيروح لياو وبيطلب منها اعاده المحاكمه رغم انه عارف النتيجه، ولو رفضت هو مش هيعترض. لكن ياو بتقول له مش مهم النتيجه، المهم الناس تعرف ان القضاء بيدي دايما اكتر من فرصه، وبتوافق على رفع القضيه من تاني. اما فوك بيقابل الجد وبيعرفه اللي حصل، وبيفرح الجد لان قضيه حفيده لسه فيها امل، وبيسيبه فوك علشان يغسل ايده. بس لما بيرجع بيلاقيه ميت ومدبوح ومش بيكون عارف مين اللي عمل كده. وبيروح بعدها يزور كيت ويعرفه اللي حصل، واللي بيحزن طبعا وبيطلب من كيت يطلعه يوم واحد بس ياخد حق جده ويرجع يكمل حياته هنا. بس فوك بيقوله مش هينفع وقضيته هتترفع تاني. بس كيت بيسأله لو اللي حصل ذنبه لانه السبب، هو كان عايز يكسب فلوس مش اكتر عشان ياكل اكله نظيفه ويعالج جده. وبيسيبه بعدها وبيدخل حجزه وهو بيعيط. الاخبار طبعا بتنتشر عن موت الجد، وبيقابل يونج اللي بيسأله لو موته له علاقه بقضيه كيت وان كده القضاء مش نزيه. لكنه بيرد عليهم ايه علاقه القضاء باللي حصل له، وعموما القضيه اتفتحت تاني عشان اللي بيشكك في القضاء ونزاهته. فوك بيروح يقابل طاي اللي بيسأله عن قضيه الجد والجاني فيها، لكنه بيعرفوا انهم اشتغلوا كتير ومش لاقيين دليل ولا تسجيل للمجرم، والقضيه معقده. وبيتهم فوك انه بيرمي الحمل عليه ومش عارف يوصل للمجرم، عشان كده استقال من 8 سنين. بس فوك بيعرفوا انه كبر وساب الساحه للاصغر منه عشان يساعدوهم. وبالنسبه له شغلهم عامل زي الجيش، ناس في المقدمه اللي بيبقوا الشرطه وعلى الحدود وهو القضاء واقفين. وبيعرفوا انه من 8 سنين انقذ الشرطيه ماي واللي قابلته شكرته على اللي عمله، والا لولا ما كانتش خلفت ابنها اللي كانت حامل فيه. وبيعرفوا انه واثق فيه وفي وصوله للقاتل. وفوك في شغله كان لسه بيدور على اي خيط يوصله لبراءه كيت، وبيراقبوا يونج طول الوقت وهو متضايق لانه قلب الراي العام عليهم. وزمايله كلهم بقوا يساعدوه في القضيه بعد ما كسب رهان قضيه القتل الاخيره. طيب يقدر يوصل ان في ناس كتيره حصل معاها زي كيت، ولما طلب مساعدتهم الكل رفض عشان خايفين لانهم اتسجنوا قبل كده. ولكن اخيرا في يوم فوك بيوصل لدليل في القضيه يوصله لبراءه كيت، وبيقدروا يشوفوا يونج اللي بيقرر يزوره في بيته. وبيعرفوا ان اللي بيعمله غلط وهيج الراي العام عليهم، عشان كده طلب نقله وخلال شهر هيعرفوه هيروح فين. بس فوك بيتعصب وبيتهم يونج انه معاهم، فبيرجع وبيتخانق معاه، وبيوعدوا يونج لو فاز عليه هيساعده في القضيه. وفعلا فوك بيفوز وبيفضل يضحك على يونج اللي بيلاقي الملف فاضي. وفوك بيقول له انا عارف انك مش معاهم، لكنهم بيحاولوا يورطوك من غير ما تحس.
عند سانج وتونج بيكونوا مع مان على مركب ومعاهم سيو اللي قدر يخرجوا مان بكفالة، لكن سانج خاف انه بسببه اسمهم يجي في القضية، عشان كده بيغدروا بيه وبيقتلوه. ومان بيتصدم وبيعرفوا سانج ان لو ما حضرش القضية بكرة هيحصله. وبالنسبة لتشان اخو سيو هيخلص عليه هو كمان عشان ما يكونش في اي شهود معروفين للشرطة. وطبعا خبر قتل سيو بيوصل للشرطة، وفوك بيعرف ان تشان حياته في خطر والعصابة ناوية تخلص عليه، فبيروح له بيته وبينهي له الخبر، وبيعرف انه لو شهد ضدهم هيضمن له الحمايه. ولحسن الحظ سيو بيكون سايب لاخوه ادله كتير هتوصله لاكبر راس في العصابه وكل الشركاء. وبنشوفه مع فوك وتاي رايحين الشهاده في المحكمه، بس عربيه بتخبطهم وبينقلبوا بسببها، والهدف قتل تشان طبعا. بس خرجوا من العربيه باصابات خفيفه، وتاي طلب منهم يتحركوا هم للمحكمه بالمترو. في الوقت ده كان يونج وصل المحكمه وبدا يترافع لصالح كيت، لحد ما فوك يوصل مع شهاده تشان، وبيحاولوا انه يطول في المحاكمه شويه. اما مان بيفتكر كلام سانج له ان بعد نهايه القضيه هيهربوا كلهم على جزيره، وبيطمنوا ان تشان هيموت زي اخوه. في الوقت ده كان فوك وصل بتشان للمترو، بس بعد ثواني لقى مجموعه بتهاجمهم، ومنهم سانج اللي بيهاجمه بالشاكوش بتاعه، وبيقدر فوك يضربه ويتغلب عليه، بس كانوا كتير وللاسف تشان انفصل عنه وبقى شخص كان هيهاجمه بسكينه. لكن فوك قدر يوصل له في الوقت المناسب وخلص على الشخص بمسدس واحد من المجرمين، ولكن بيفضل واحد بس وهو كونج اللي بيتحرك عشان يخلص عليهم. وكان قوي جدا لدرجة انه بيضرب دايرة الكهرباء وبيعطل المترو، وبعدها بيهاجم تشان عشان يقتله، بس فوك بيبدأ يقتله وبيخبي تشان اللي كان مرعوب. لكن كونج كان اقوى منه وضربه جامد وشوه وشه، وللاسف ما بقاش قادر يقتله. وراح كونج ناحيه تشان يخلص عليه، بس فوج استجمع قوته وجري عليه ووقعه على الارض وقلعه الجزمه وطلع يجري بيها، وكانت دي خطته لانه سحبه ناحيه الازاز المكسور اللي اعاق حركه كونج وما بقاش قادر يمشي. واستغل فوك الوضع وفضل يضرب فيه ويمسح بالازاز كله. في الوقت اللي كان فوك بيحارب فيه يونج ما بقاش لاقي كلام يعطل بيه القاضي، لحد ما اخيرا وصل فوك ومعاه تشان على كرسي متحرك، والاتنين واكلين علقه موت وبيتاسف لان الطريق كان زحمه. وبعدها بيطلع تشان للشهاده وبيقدم كل المستندات اللي تثبت ان مان مع عصابه المخدرات، وان هم اللي قتلوا اخوه، واللي كانت مهمته هو اخوه يلاقي ضحايا زي كيت يستغلوا فقرهم عشان يهربوا المخدرات، ولو فشلوا يتقبض عليهم ومن يهرب المخدرات بالرشوة. وبيقول على كل أسماء العصابة وبيتقبض عليهم، وبياخد كيت براءة ومان بيتقبض عليه برضه وبيتحكم عليه ب15 سنة، أما سالي بتاخد سنتين بس، وباقي العصابة بتاخد مؤبد، وتشان بيخففوا حكمه ل5 سنين. واخيرا بتتحقق العداله، والقاضي كانج بيعتذر قدام الصحافه على اللي حصل، وان فعلا مش لازم الدليل يكون واضح دايما، انما واجب البحث عنه. حتى الراجل اللي اخد براءه من 8 سنين اتقبض عليه واخد مؤبد، وفوك قرر انه يفتح قضايا فيها ناس متهمه ظلم، وبيبعت كمان فلوس لكيت علشان يسافر ويدرس الرسم. ولحد هنا بيخلص فيلمنا.